بداية وقبل ما نبدأ قصة فيلمنا النهاردة، لو انت جديد معانا في القناة ما تنساش تشترك وتفعل زر التنبيهات علشان توصلك كل ملخصاتنا الجديدة. وقصة فيلمنا النهاردة بتبدأ مع ممثلة اسمها كريستينا، وكريستينا ممثلة صغيرة مش مشهورة قوي، والدور الكبير الوحيد اللي عملته في حياتها كان في فيلم رعب اسمه مخيم الدم، والفيلم كان بيتكون من جزئين. اما باقي ادوارها كانت صغيرة ومش كتير، ما بيجيلهاش منها فلوس كتير، لا بتكفي مصاريفها ولا الالتزامات اللي عليهم. وفي يوم كانت كريستينا ماشية بعربيتها ومعاها بنتها أليس، وأليس بتقع منها كوباية القهوة على أوراق كريستينا، وبتنشغل كريستينا عن الطريق وبتعمل حادثة وبتتقلب بيهم العربية، وبتموت كريستينا وبتنجى أليس من الحادثة. وبتمر سنين كتير على موت كريستينا، لكن أليس بتكون لسه حزينة على موت أمها، وبتكون عايشة مع خالتها وبنتها اللي بتكون أليس وبنت خالتها أصحاب بيخرجوا مع بعض. وفي يوم بيخرجوا علشان يقابلوا مارك صاحبهم، وفي الوقت ده بيجي جاك اخو مارك وبيقول لهم انه عنده مفاجأة ليهم، وان أليس لازم تروح السينما علشان تحضر عرض فيلم مخيم الدم اللي كريستينا امها كانت بطلته، وانه وعد اصحابه ان أليس بنت بطلة الفيلم هتحضر العرض. لكن أليس بترفض، وبعد ضغط ومحاولات من جاك بتضطر أليس انها توافق. بتروح أليس السينما وبيشتغل عرض الفيلم وبيكون الكل مبسوط، واثناء العرض بتقع ازازة ويسكي من ايد واحد وبتغرق الارض، وبيجي واحد تاني وبيرمي سجارة من ايده فبتقوم النار في السينما، وبيقوم الكل وبيجري علشان يهرب، لكن النار بتكون قفلت كل المخارج. لكن بيقول لهم واحد صاحبهم ان في مخرج واحد ورا شاشة السينما، فبيجروا كلهم على هناك. لكن اللي بيحصل ان كلهم اول ما بيدخلوا بيغمى عليهم كلهم، ولما بيصحوا بيلاقوا نفسهم في مكان غريب شبه اللي في الفيلم، وبيشوفوا عربية جاية عليهم نفس العربية اللي كانت في الفيلم، وبتقف قدامهم العربية وبيلاقوا ممثلة من الفيلم عارفينها كويس وبتسألهم عن المخيم، بس هما بيكونوا مش مصدقين ومصدومين ومحدش بيرد عليها، فبتسيبهم وبتمشي. وبيمشوا شوية وبعد مرور وقت قد فترة عرض الفيلم بيلاقوا نفس العربية تاني جاية وبتسألهم الممثلة نفس السؤال، لكن المرة دي مارك بيجاوبهم وبيقول لهم انه من الاتجاه ده. وزي ما توقع جاك اخو مارك، بعد مرور مدة الفيلم الاصلية بتعدي عليهم العربية تاني، لكن المرة دي بيعرض عليهم جاك انهم يركبوا معاهم ويوروهم الطريق، وفعلا بيوافقوا بيركبوا ويروحوا معاهم. وبيلاقوا كريستينا والدة أليس موجودة في العربية لكن كممثلة في الفيلم، وبتكون أليس مش مصدقة انها شايفة امها. وبعد ما بيوصلوا المخيم كده بيتأكدوا انهم دخلوا جوه الفيلم وعايشين احداثه، ولانهم كانوا حافظين الفيلم فكانوا عارفين ان اول واحد هيعمل علاقة حب هيطلع له المقنع ويقتله. وبتكون في ممثلة من ابطال الفيلم الحقيقي بتعمل علاقة مع صديقها، وبيجي المقنع وبيقتلهم، وبيجروا كلهم من الخوف. لكن بيطمنهم جاك اخو مارك بيقول لهم انهم مش هيجروا لهم حاجة، لانهم مش في سيناريو الفيلم، وان دورهم بس مجرد انهم يتفرجوا. وبيسيبوا القاتل وبيمشي بعد ما بيهزر جاك وبيتصور معاه، ولكن بعدها بيحدفوا المقنع بالسيف وبيموت جاك. وبعدها بيجروا كلهم من الخوف بعد ما بيتأكدوا انهم ممكن يتقتلوا وانهم اصبحوا جزء من الفيلم. وهنا بتوصل كارولين صديقة كريستينا في الفيلم، والمفروض انها الوحيدة اللي هتعيش لاخر الفيلم وهتقتل المقنع. وبيتجمعوا كلهم جوه بيت وبيظهر لهم المقنع، بتقول لهم كريستينا ان في اسطورة بتحكي عن القاتل، وانه كان شخص عايش جوه المخيم، وكانوا اصحابه ومدير المخيم بيتنمروا عليه، وفي مرة استخبى في الحمام ورموا عليه صواريخ فبتتدمر وشه وبتحرقه، وبعدها بيعمل قناع بيداري بيه وشه وبيقرر انه يقتلهم وينتقم منهم. بعدها بتاخد كارولين صديقها وبتهرب بالعربية، بس بتدخل في عمود وبيموت صديقها، وبعدها بتنفجر العربية بيها وبتموت هي كمان. شرح لهم أليس بعدها انهم جوه فيلم رعب وانهم هيموتوا كلهم، وان في الفيلم الاساسي المفروض ان كارولين هي اللي كانت هتفضل وتقتل المقنع، لكن كارولين دلوقتي ماتت، وانهم كده ما بقوش عارفين ايه اللي هيحصل. وبيقرروا انهم يعملوا فخ للمقنع علشان يقتلوه، ويبدأوا يجهزوا لخطتهم. وبترقص واحدة منهم جوه البيت علشان تشد انتباه القاتل، وفعلا بيجي، لكن هي من رعبها بتجري وبتقع تتخبط في دماغها وبتموت. واول ما بيدخل القاتل البيت بيقدروا انهم يخبطوه وبيتعلق في قرون الحيوانات، وبيفتكروا انهم نجحوا انهم يقتلوه. واول ما واحد فيهم بيقرب منه علشان ياخد السيف بيكتشفوا انه حي وبيقتله، وبيجري المقنع وراهم وبيحاولوا يقتلوه لكنهم ما بيقدروش، وبيتصاب مارك
وبتاخدوا أليس لمكان تاني وبتسيبه هناك وبترجع عشان تساعد كريستينا، وبتروح كهف المقنع وبتفكها، ولكن بيظهر القاتل وبيرميها بعيد وبيطعنها في جنبها. بيضربوا كريستينا وبيغمى عليه، وبتاخد كريستينا أليس وبتهرب بيها. وبتقول كريستينا لأليس إن اللي هيموت المقنع آخر بنت هتفضل عايشة، إنها هتضحي بنفسها علشان أليس تقدر تقتله وتخرج بره الفيلم. ما بتكونش أليس موافقة وبتقول لها إنها أمها في الحقيقة ومش عايزة تخسرها مرة تانية، بس كريستينا بتقول لها إنها مجرد شخصية من شخصيات الفيلم ولازم تعمل كده. وفعلا بتروح تواجه المقنع وبتموت، وفعلا بتواجه أليس المقنع بعدها وبتقتله، وبيكونش فاضل غير أليس ومارك. وبتشوف أليس الأسماء بتتكتب قدامها في السماء. بعد كده بيغمى عليهم وبيفوقوا بيلاقوا نفسهم في المستشفى، وبتتفاجئ أليس إن أصحابها جنبها وإنهم لسه عايشين، الإصابات موجودة بس ما ماتوش. وبيسمعوا صوت المقنع في الطرقة، ولما بيخرجوا جري فعلا بيلاقوه، وبيقول لهم مارك إنهم كده في الجزء التاني من الفيلم ولازم يخلص علشان يعرفوا يخرجوا. وهنا بتنتهي قصة فيلمنا. لو عجبك ما تنساش تشترك في القناة.